كما أشرت من قبل في العناوين، شهادة العزوبة، شهادة الحياة، شهادة عدم الشغل، من بين شواهد إدارية أخرى ألغيت، يصل عددها في الإجمال إلى 22 شهادة إدارية. إلى هذا الإصلاح انضافت أيضا خطوة إلغاء النسخة المطابقة للأصول المعروفة اختصارا بليغاليزاسيون، وهي نقطة تتوقف عندها البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية إدارتي. كنتي مغربي أو أجنبي مقيم داخل أو خارج الوطن، أو كنتي مستثمر، فضروري ما تتعامل مع الإدارات أو الجماعات الترابية أو مؤسسات المرفق العام باش تقضي المصالح ديالك. وعادة هاد العملية كتطلب منك وقت طويل ومجهود كثير وطلع وهبط وبزاف ديال الأوراق. داكشي علاش جا القانون 55/19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية باش يأسس علاقة جديدة ويعزز الثقة ما بين الإدارة والمواطن. دابا انت كتسول راسك، اشنو الجديد اللي جا بهذا القانون وشنو غادي نستافد منه؟ أولا، حتى إدارة عندها الحق تطلب منك أكثر من نسخة واحدة لكل وثيقة من الوثائق اللي كتكون ملف الطلب ديالك. ثانيا، وهذه غادي تعجبك، راه ما بقاتش لا ليغاليزاسيون، حتى شي اداره ما عندها الحق تطلب منك لا تصحيح الامضاء ولا نسخ مطابقه للاصل. ثالثا، الاداره ما عندهاش الحق باش تطلب منك وثيقه متاحه للعموم وما كتعنيكش بصفه شخصيه، بحال تطلب منك نسخه من شي جريده رسميه مثلا. ونزيدك، في بعض الحالات الاداره غتطالبك غير بتصريح الشرف عوض بعض الوثائق والمعلومات. ورد بالك مزيانه، راه هذا القانون لزم الادارات باش تعطيك وصل بالايداع فوق ما نزلتي طلب الحصول على خدمه معينه، ولزمها كذلك باش تجاوبك في الاجل اللي كتكون هي حددته ونشرته في البوابه الوطنيه للمساطر والاجراءات الاداريه على حسب الطلب ديالك، اما تجاوبك في البلاصه او في اجل ما كيتعداش 60 يوم على ابعد تقدير الا كان الملف ديالك غياخذ وقت طويل الدراسه. وهكذا كيتم ضبط اجال الرد على الطلب ديالك، وكتكون عندك الحجه باش تطعن بجميع الطرق الممكنه الا تعطلات عليك الاداره في الرد. وعندك راه خصك ترد بالك، الا كانت شي ورقه ناقصه في الملف ديالك الاداره خاصها تعلمك في النصف الاول من الاجل اللي سبقنا وتكلمنا عليه، وفي هذه الحاله كيبدا يتحسب الاجل ابتداء من التاريخ اللي كمل فيه الملف. ايوا شنو بان لي سهلت ياك؟ هذا القانون مهم بزاف ونخرطط فيه جميع الادارات باش تطبق على ارض الواقع، وغيهم جميع المساطر والاجراءات الاداريه. من نهار تنشر هذا القانون وكل اداره كتعمل على توحيد وتوثيق وتبسيط المساطر الاداريه ديالها طبقا لهذا القانون. دابا ركز معايا مزيان، هذا الشيء مهم بزاف. جميع الاجراءات الاداريه اللي غتوحدها وغتبسطها الادارات غادا تنشر على البوابه الوطنيه للمساطر والاجراءات الاداريه اللي تكلمنا عليها. وشنو هي هذه البوابه؟ راه من الان فصاعدا هذه البوابه هي اللي غادي توجد فيها المعلومات الخاصه بكل الاجراءات والمساطر الاداريه اللي غتحتاجها في حياتك اليوميه. والادارات كلهم كيلزمهم القانون باش ما يطلبوا منك حتى شي وثيقه اخرى من غير الوثائق المنشوره على هذه البوابه. وما تنساش حقك اللي عطاه لك القانون، الا طلبت منك اي اداره شي وثيقه ما منشوراش في هذه البوابه راه عندك الحق تلجا